عايزه قصص لاخويا وعايزه اخد عزاء اخويا. قصاص؟ قصص لاخويا ولجميع الشهداء. ايه رايك في البلطجيه اللي موجودين في الميدان دلوقتي يا دكتور؟ مقدور عليهم. لا، بقول ان الثوار في الميدان مجرد بلطجيه. لا انا بتكلم حتى لو جابوا لكم بلطجيه تقدروا عليهم. انت شايفه ان الشعب هيقدر يجيب حق الناس دي؟ هيقدر طالما في اراده في تصميم هيقدر. قصدي جيب القصاص يا دكتور. القصاص تاخد قصاص الشهداء، محاكمه قتله الشهداء. مين اللي قتل الشهداء؟ مين اللي قتل اللي هو البشران؟ احنا خلاص احنا النهارده كام؟ 23 يناير. كمان 6 ايام هتبقى 29 يناير، هيبقى الذكرى السنويه الثانيه للواء البشران. ولحد دلوقتي مش عارفين نعرف مين اللي قتله. لحد دلوقتي المحكمه ما خدتش قرار في اي حاجه. يبقى اذا يعني ممكن نقول دقايق وهنبتدي مع الدكتوره علشان نفتح الصندوق الاسود للواء محمد البطران. اغتيال اللواء البطران او قضيه اللواء البطران هي الصندوق الاسود للثوره المصريه. اذا فتح الصندوق ده حق الشهداء كله هيفتح. يعني كده كلام شفيق عن الاخوان وتورطهم في احداث موقعة الجمل وفتح السجون. حضرتك اذا فتح هذا الملف اللغز الاسود ده هتعرف ايه الحقيقه كلها. شكرا.